ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده هبتدي معاكم كده الفيديو من اوله. بصوا كده انا عايزه اوريكم الغساله اللي انا اشتريتها جديد. هعمل لكم كده ريفيو عنها وكمان هنجربها كده مع بعض. بجد تحفه. بصوا دي غساله فريش 6 كيلو. بجد بجد تحفه يا بنات. يعني انا بسجل لكم الفيديو بعد ما جربتها. بجد بجد خطيره ومنجزة جدا. يعني انا بالنسبة لي غسيلها احسن 100 مرة من الغسالة الاوتوماتيك. بخلصهم بسرعة وكمان هقولك ازاي من غير ما تشطفي ولا تعملي اي حاجة، كله في الغسالة نفسها. بصوا كده هوريكم كده، ده مدخل المية وهنا دي السرعات بتاعت الغسالة، ربع ساعة اقصى حاجة. وهنا تصريف المية، وهنا ده النشاف. بجد بجد تحفة. بصوا كمان النشاف بتاعها كيوت كده وجميل. برضو حلو، يعني برضو جميل جدا. ده شكل كده الغسالة، وليها مستويات للمية وكمان ليها آه الفلتر ده علشان بيلم كل الأتربة والحاجات الفتل والحاجات اللي زي كده. برضو تقدري تفكيه وتشغليه. برضو كمان عايزه اقول لكم كده انا حطيت كده المسحوق بتاعي. بستخدم اريال عادي يعني وكده. وكمان بحط دوني علشان يخلي ريحه الهدوم معايا حلوه، وكمان علشان يرغي وكده. برضو هنا بعد كده هبتدي احط هدوم البيبي وكده. هي الغسالة حجمها 6 كيلو بس حلوة، يعني محندقة كده وجميلة. نزلت كده بالهدوم بس بتنضف جدا. يعني عايزه اقول لكم بتنضف بالنسبه لي احسن من الاوتوماتيك. يعني الاوتوماتيك بحطهم نص ساعه، اوقات ما بيطلعوش يعني الهدوم نظيفه 10/10. دي انا بحطهم ربع ساعه او ربع ساعه وشويه. وبيطلعوا يعني الحاجه نظيفه جدا وجميله جدا بجد. بس كده شغلتها زي ما قلت لكم، وهسيبها كده تعدي الربع ساعة. وبعد كده هبتدي اعصر كده الهدوم واحطها في النشاف بتاعي. انا هحط كده نص الكمية وبعد كده نص الكمية التانية. يعني هخليه عشان النشاف، يعني مش هشيل الكمية دي كلها. يعني زي ما قلت لكم هو الرسالة صغيرة مش كبيرة، يعني هي برضو بتاعت بيبيهات وكده. بس انا جربت اغسل فيها شوية هدوم من بتوعنا وكده. بصراحة عادي يعني. غسلتهم ونضفتهم وكانت بجد تحفة. بعد كده انا حطيت زي ما قلت لكم كده الهدوم في النشاف. بعد كده انا مش هشطف الهدوم دي، انا هشطفها كده في النشاف تتنشف وتتشطف وتطلع تمام يعني وكده. حطيتها ووصلت المية بفتحة النشاف علشان اديلها لفة، وانا فاتحة الحنفية تتقلب الهدوم، وبكده هتكون اتشطفت وفي نفس الوقت هي بتشطفها وبتنشفها. اخليها مثلا 3 دقايق على الوضع ده، وبعد كده اشغل يعني النشاف بس، اطفي المية واشغل النشاف بس. هنا زي ما قلت لكم كده كنت بعد ما شغلتها ونشفتها، وهنا كان شكل الهدوم بعد ما نشفت. بصوا طالعه الهدوم ناشفه ازاي. كمان عايزه اقول لكم بتطلعها ناشفه اكتر من الاوتوماتيك بجد، لانك انت بتتحكمي في كام التنشيف يعني بتاعها وكده. وبعد كده هنا كنت خلصت الغسيل. عايزه اوريكم كمان شويه مشتريات كده للشتاء. اشتريت شويه هدوم للبيبي وكده. علشان يعني مش معاه هدوم للشتاء خالص، فقلت اوريكم كده شويه الترنكات اللي انا جبتهم له وشويه الهدوم الخروج. تعالوا كده نشوف الفيديو القمر ده مع بعض. جبت له ترنج كده حلو كده لونه كده احمر. جبت له كل الترنكات بتوعه بطواقي، يعني علشان الشتاء والبرد وكده. يعني افضل له، يعني عشان لو حسيت ان الجو برد كده قوي البسه يعني الطاقية وكده. جبت له الترنج الاحمر ده وكان متبطن كده من جوه. بصوا كمان كان دي ارنوب كده وجيوب، بجد كان تحفة. وعايز اقول لكم القماشة بتاعته جميلة جدا. وجبت له كمان اللي لونه اسود ده عجبني قوي قوي، حبيت شكله. وكمان مش معاه اللون ده يعني وكده، فقلت اجرب يعني البسه اللون ده.
فجبت له الترنج اللي لونه اسود ده برضو. وكمان جبت له الترنج اللي لونه زيتي ده. طبعا في ناس هتقول لي انت جايبه الوان ناس كبيره وكده. يعني انا بحب الحاجه الهاديه، ما بحبش الحاجات المقفوره والمرسومه كتير والكلام ده. ده برضو كان ترنج يعني 3 قطع. كان في جاكيت كده، ودول قطعتين كده من جوه. برضو حلو وجميل، برضو عجبني جدا فقلت اجيبه يعني وكده. وده الجاكيت بتاعه برضو حلو جدا وجميل. بس وكمان برضو جبت له التيشيرت الصوف ده برضو عجبني جدا يعني، بس بصراحة طلع كبير جدا 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 عليه، فهشيلهوله السنة الجاية ان شاء الله، حي اللي يعيش. بعد كده برضو يعني بصوا شايفين الخامة بتاعته بجد تحفة. بس عايزة اقول لكم يعني بصراحة اسعار الشتوي السنة دي بجد حاجة صعبة جدا. يعني الترنك ب200 وحاجة، مع انه يعني اطفال وكده بس حاجات سعرها غالي جدا. البنطلونات والهدوم الخروج بالاخص غالية جدا. برضو جبت له كمان البنطلون ده، بصراحة انا ما لقيتش مقاسه نهائيا. كان اصغر بنطلون يعني في المحل. البنطلون ده ما لقيتش اي الوان تانية ولا اي مقاسات تانية، حتى كنت عايزة اجيب له واحد تاني ما لقيتش مقاسات، يعني كان ده اخر قطعة عندهم. وجبت له كمان البروفا للقمر ده، وتحتيه كان قميص ابيض، بس مش عارفه هيظهر في الفيديو ولا لا، لانه بصراحه انا جبت كل الحاجات وحطيت على السرير. بس وكمان عايزه اقول لكم برضو جبت له البلوفر ده علشان كنت جايبه له شويه بنطلونات كده لوحدهم خامتهم حلوه يعني، فقلت اطقم لهم التيشيرتات دول علشان يبقوا زي برضو شويه بيجامات يعني برضو حلوين يقضوا الغرض يعني، لانه ملقتش حاجات صوف بيتي يعني وكده، فقلت اجيب له دول. جبت له كمان التيشيرت الاصفر ده او البلوفر الاصفر ده، برضو عجبني وعجبني اللون بتاعه. حسيته حلو كده وجميل فقلت اجربه يعني وكده، جبته له. وكمان جبت له التيشيرت الاسود ده برضو عجبني، والخامة بتاعته بجد تحفة برضو عجبتني جدا. بصوا خامته جميلة جدا. برضو جبت له آه جبت له الكلاسم يعني وكده، علشان الجو البرد يعني وكده يقدر يلبسها تحت الهدوم يعني وكده، علشان خلاص يعني انا كنت جايبه له يعني لما اتولد اللي هي الفلاين الكم والنص والقط وكده. فقلت السنه دي يعني اجيب له الكالسيوم احسن يعني وكده، لان هو كبر يعني وكده. دول البنطلونات اللي انا كنت بقول لكم عليها، كنت جايبه له 3. طقمت على الكحلي والاسود، فاضل معايا النبيتي بس ما لقيتش حاجه نبيتي تمشي يعني عليه وكده. وبرده جبت له كمان الكالسيوم الاصفر ده، برضو عجبني والخامه بتاعته حلوه جدا من جوه. عجبتني جدا لانه خامته من جوه متبطنه. فعجبني فقلت اجيبه يعني وكده. برضو كمان جبت له الترنج اللي لونه اورنج ده او طوبي يعني في اخضر، لان هو مش معاه اللون ده برضو فقلت اجيبه يعني. جبت له 4 ترنجات هما مشابهين لبعض جدا، فبرضو يعني قلت تغيير، بس هما فيهم كبار جدا يعني الاتنين دول كبار جدا. الكحلي ده والاورنج اللي من تحت ده. البني ده برضو كويس يعني وجاي عليه تمام حلو برضو. وجبت له كمان اللي هو لونه كحلي ده، برضو عجبني جدا. زي ما قلت لكم عجبتني الخامة بتاعتهم فعشان كده جبتهم. برضو اهم دول 4. شلتهم له برضو يعني. وكمان برضو جبت له كمان لفة حفاضات فاين بيبي، انا ملقتش مولفكس فجبت له الفاين بيبي برضو حلوة يعني، هي
تحت مولفكس على طول. كمان الحفاضات بتاعتها حلوة وما بتسربش قوي يعني وكده. لو انتي ملبساه السلوبيتا اللي هي الفلاين السلوبيتا اللي من تحت بتبقى كويسة جدا وبتمشي معاكي يعني الدنيا وكده. جبت له كمان كفر للببرونة، علشان عايزة اقول لكم دي رابع ببرونة تتكسر. انا بصراحة مش بحب اديله رضعات غير في ببرونة ازاز يعني وكده، لانه هي صحية اكتر. فالمرة دي قلت لازم نجيب لها كفر وكده علشان يحميها، عشان لو حتى لو وقعت وكده ما تتكسرش. كمان جبت له دي علشان المية يشرب فيها، لانه كان بيشرب في واحدة برضو ببرونة يعني وكده. فقلت لا خلاص نجيب له اللي هي بتاعت المية نفسها وكده، علشان هو كبر خلاص. دي يعني كويسة ليه وكده. وجبت كمان الودانات دي علشان يعني لما احتاج انضف له ودانه وكده اقدر يعني استخدمها وكده. ودي كانت مشتريات البيبي. تعالوا كده نخش على التلاجة والحاجات اللي كانت ناقصة في التلاجة، فأنا جبتها برضو كده. جبنا كده مانجا. احنا جبنا حوالي 7 كيلو أو 8 كيلو مانجا. أنا بصراحة مش يعني خدت جزء خزنته كده مع نفسي، والباقي حطيته في التلاجة. كمان جبت علب كده أوريو علشان بنحب نفطر بيها الصبح. وكمان جبت زبادي يعني وكده للبيبي. وده اللبن علشان اللبن بتاعه يعني وكده. اللي هو ابتوميل. الدكتور يعني كان وصفولي لما وديته للدكتور وكده. قال لي بطلي اللبن اللي بتستخدميه واستخدمي اللبن ده علشان افضل وكده. وكمان جبت شوية كده من الجبن رودس كده 3 أطعم. كان فيه حاجات نازلة جديد يعني وكده، قلت أجربها. وكمان جبت برضو عبور لاند علشان بصراحة بتنفعني في بعض الأكلات يعني وكده. وكمان برضو جبت ملوخية وبامية برضو علشان يعني الطبيخ وكده لما احتاجهم يعني اطبخ بيهم. بس بصراحة انا جربت ملوخية يارا ما طلعتش حلوة قوي، لكن الملوخية بتاعت بسمة احلى يعني وكده. ودي شوية برضو مخللات وزيتون وجبن برضو لو فينو توست برضو جبناهم يعني وكده، وعيش برضو يعني علشان الفطار وكده. ده برضو شوية هدوم كده في الصيف انا اشتريتهم، بس انا صورتهم لكم شوية صور ما صورتهمش فيديو كده. دول شوية اطقم انا جبتهم له في تخفيضات الصيف، يعني الصور دول متصورين من فترة. وانا كمان جبت البلوزة دي لنفسي. بس وده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في لايك واشتراك في